طلاب الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم قصيدة روعة البيان للشاعر شفيق جبري. منهاج الجمهورية العربية السورية طلاب الصف التاسع. النص: ردي علي بيانا سحره جمحا، ضن الزمان به من بعد ما سمحا، لم يبق من لذة يلهو الفؤاد بها إلا البيان، وطيب منه قد نفحا. قد عشت منه زمانا لست أذكره، إلا ذكرت به اللألاء والمرحا. 60 عاما وما جرت شدائدها، نفضت منها اعتلاج الهم والترحا. جربت كل نعيم في مدارجها، أكان مغتبقا أم كان مصطبحا. فما صفوت بغير الشعر في كدر، أنفي به ما برى مني وما فدح عفوا. فإن تجد منحة للعلم سابغة، ألا ترى الشعر ما أعطى وما منحا. غنى فأعطت نعيم القلب نغمته، كالطير يعطي نعيم الأذن إن صدحا. أكرم بقوم علت فيهم مكانته، حتى رأوه على الأفلاك قد رجحا. إن كان في العلم ما تسمو العقول به، فالقلب بالشعر يسمو بعدما رزح. شرح المفردات: ضن بخلا، اللألاء ضوء السراج، والمراد به بريق البيان. مطبق ما شرب في المغرب، مصطبح ما شرب في الصباح. سابغة واسعة طويلة. رزح أي سقط، ضدها نهضة. ألا ترى المقصود بها؟ انظر. الفكرة العامة للنص هي تمجيد الشعر والتغني به. العاطفة ذاتية وجدانية. الفكرة الرئيسية للمقطع الأول: الشعر مصدر فرح الشاعر بعد تقدمه في العمر. أما الفكرة الرئيسية للمقطع الثاني فهي المقارنة بين العلم والشعر. البيت الأول: ردي علي بيانا سحره جمحا، ضن الزمان به من بعد ما سمحا. الشعور: حنين. أداة التعبير عنه: ردي علي بيانا سحره جمحا. نوعه هنا تركيب. الشرح: أعيدي لي شعرا عذبا تفلتت زمامه من بين يدي، وتوقفت عن نظمه زمنا بعدما كنت أجيده ببراعة. الإعراب: ردي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال 5، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. علي على حرف جر، والياء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل ردي. بيانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سحره مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. جمح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة جمح جملة فعلي في محل رفع خبر للمبتدأ. سحره جملة سحره جمح جملة فعل اسمي في محل نصب صفة أولى لبيان. ضن فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. الزمان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة ضمن الزمان جملة فعلي في محل نصب صفة ثانية لبيان. من حرف جر بعد اسم مجرور وعلامة جر كسر الظاهرة على آخره. ما نافية لا عمل لها. سمح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فكرة البيت: طلب العودة للشعر بعد طول الغياب أو بعد طول غياب. البيت الثاني: لم يبق من لذة يلهو الفؤاد بها إلا البيان، وطيب منه قد نفحا. الشرح: الشعور أولا: شعور حسرة. لم يبقى من لذة. نوعه تركيب. الشرح: لا شيء أستمتع به الآن سوى نظم الشعر وسحر العبارة وإيحاءاتها الرقيقة. الإعراب: لم يبقى. لم حرف جازم، يبقى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. من حرف جر لذة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يلهو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الواو للثقل. الفؤاد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بها الباء حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. جملة يلهو الفؤاد بها جملة فعلية في محل جر صفة للذة إلا أداة حصر. البيان بدل من لذة مرفوع على المحل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،
وطيب الواو حرف عطف، طيب اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، منه من حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلقان بالفعل نفح. قد نفح قد نفح قد حرف تحقيق. نفح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والألف للإطلاق. جملة قد نفح جملة فعلي في محل رفع صفة لطيب. فكرة البيت: لذة الشاعر هي ما تبقى، لذة الشعر هي ما تبقى للشاعر أو بقاء لذة الشعر دون سواها. البيت الثالث: قد عشت منه زمانا لست أذكره إلا ذكرت به اللألاء والمرح. الشعور حسرة أو ارتباك. المثال: قد عشت منه زمانا لست أذكره. نوعه تركيب. أيضا نستطيع أن نأخذ شعور فرح، المرح، اللألاء. نوعه لفظ. الشرح: قضيت مدة من حياتي أتذكرها فأذكر نظمي الشعر البهي المتلألئ مقرونا بالفرح والأمل. الإعراب: قد عشت قد حرف تحقيق. عشت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل متحرك، والطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، منه من حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. زمانا مفعول به، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره متعلق بالفعل عشت. لست فعل ماضي ناقص مبني على السكون اتصالي بتاء الفاعل متحرك، والطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس. أذكره فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. جملة أذكره جملة فعلية في محل نصب خبر ليس. جملة لست أذكره جملة فعلية في محل نصب صفة لزمانا إلا أداة حصر. ذكرت بفعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاع الفاعل متحرك، والطاء ضمير متصل محل رفع فاعل، به الباء حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. اللألاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. والمرح الواو حرف عطف. المرح اسم معطوف على اللألاء منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق. فكرة البيت: قضاء مدة طويلة في التغني بالشعر أو تذكر الفرح وبريق البيان. البيت الرابع: 60 عاما وما جرت شدائدها نفضت منها اعتلاج الهم والترحة. الشعور حزن، عن شدائدها الهم، الترح. نوعه لفظ. الشرح: مضت 60 سنة من عمري تحمل المتاعب والمصاعب، وكنت أروح عن نفسي فيها بنظم الشعر. الإعراب: 60 مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. عاما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما واو حرف عطف. ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بالإضافة. جرت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء التانيث ساكن لا محل لها من الإعراب. شدائدها فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. جملة جرت شدائدها جملة فعلي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نفضت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل متحرك، والطاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، منها من حرف جر، الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. اعتلاجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الهم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والترح الواو حرف عطف. الترح اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق. جملة نفضت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ 60. فكرة البيت: تجاوز الهم والحزن في 60 عاما. البيت الخامس: جربت كل نعيم في مدارجها أكان مختبقا أم كان مصطبحا. الشعور فرح، نعيم. نوعه اللفظ. الشرح: عشت الحياة بكل تجاربها وهنائها في عمري السالف صباح مساء. الإعراب: جربت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل متحرك، والطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعيم مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. في حرف جر مدارجها اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على سكون محل جر بالإضافة.
كان الهمزة حرف استفهام. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو. مطابقا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أم حرف عطف. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو. مصطبح خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فكرة البيت عمق تجربة الشاعر وخبرته في الحياة. البيت السادس: فما صفوت بغير الشعر في كدر أنفي به ما برى مني وما فدح. الشعور اعتزاز. أنفي به ما برى مني وما فدح نوعه تركيب. لدينا أيضا شعور بالحزن والألم. كلمة كدر نوعه لفظ. الشرح: فما هدأت روحي وصفى عيشي إلا بالشعر الذي أزلت به ما أصابني من آلام ومتاعب. الإعراب: فما الفاء حرف استئناف، ما نافية لا عمل لها. صفوت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل المتحركة، والطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. بغير الباء حرف جر غير اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. الشعر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في كدر في حرف جر. كدر اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. أنفي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. به الباء حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر بحرف الجر. مع اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مني من حرف جر، والياء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. ومع الواو حرف عطف ما نافية لا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوفة على ما الأولى. فدح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فكرة البيت: لجوء الشاعر إلى الشعر للترويع عن نفسه أو صفاء نفس الشاعر بالشعر. البيت السابع: فأن تجد منحة للعلم سابغة ألا ترى الشعر ما أعطى وما منح. شعور إعجاب. منحة. الشعر نوعه لفظ. أيضا لدينا شعور إعجاب. ترى الشعر ما أعطى وما منح نوعه هنا تركيب. الشرح: فإذا كان العلم يزودنا بعطايا كثيرة وفوائد غامرة، فكذلك الشعر له هباته الجليلة. الإعراب: فإن الفاء حرف استئناف، إن حرف شرط جازم. تجد فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. منحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سابغة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. ألا الهمزة حرف استفهام لا نافية لا عمل لها. ترى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الشعر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مع اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للشعر. أعطى جملة فعلي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة منح جملة فعلي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وما الواو حرف عطف مع اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على ما الأولى. أعطى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. منح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والألف الإطلاق، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فكرة البيت: فضل كل من العلم والشعر. البيت الثامن: غنى فأعطت نعيم القلب نغمته كالطير يعطي نعيم الأذن إن صدحه. الشعور إعجاب. أداة التعبير عنه أعطت نعيم القلب نغمته نوعه تركيب. الشرح: لإيقاعاته وألحانه العذبة طرب ولذة في الأفئدة أشبه ما تكون بتغريدات الطيور الجميلة. الإعراب: غنى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فأعطت الفاء حرف عطف. أعطت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتاء التانيث ساكن لا محل لها من الإعراب. نعيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. قلبي مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره. نغمته فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافي. كالطير كاف حرف جر. طيري اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. يعطي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء الاستقال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعيمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الأذن مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسر الظاهرة على آخره. إن حرف شر جازم. صدح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل في محل جزم لأنه فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره
هو. والألف للإطلاق جملة يعطي جملة فعلية في محل نصب حال. فكرة البيت أثر الشعر في النفوس. البيت التاسع: أكرم بقوم علت فيهم مكانته حتى رأوه على الأفلاك قد رجح. الشرح: نعم الناس الذين يقدرون قيمة الشعر ويجعلون منزلته عالية عظيمة. الشعور: إعجاب. أكرم بقوم نوعه تركيب. رأوه على الأفلاك قد رجح أيضا نوعه تركيب. الإعراب: أكرم فعل ماضي جامد لإنشاء التعجب جاء على صيغة الأمر مبني على السكون. بقوم الباء حرف جر زائد قوم اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل لفعل التعجب. علت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والتاء التانيث ساكنة محلها من الإعراب. جملة علت فيهم جملة فعلية في محل جر صفة لقوم. فيهم في حرف جر هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. مكانته فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ضمير متصل في محل جر بالإضافة. حتى حرف ابتداء. رأوه فعل ماضي مبني على الضمة المقدرة للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. قد رجح جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني للفعل رأى. قد رجح قد حرف تحقيق. رجح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر والألف للإطلاق. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فكرة البيت: الثناء على من يقدر الشعر. البيت العاشر: إن كان في العلم ما تسمو العقول به فالقلب بالشعر يسمو بعدما رزح. الشعور: إعجاب. القلب بالشعر يسمو بعدما رزح. نوعه تركيب. الشرح: إذا كانت العقول ترتقي بأنوار العلم والمعرفة فإن القلوب ترقى وتتهذب بالشعر. الإعراب: إن حرف شرط جازم. كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره وهو في محل جزم لأنه فعل الشرط. في العلم في حرف جر. العلمي اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلقان بخبر كان المقدم المحذوف مع اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم كان المؤخر. تسمو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الواو الاستقال. العقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. به الباء حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. جملة تسمو العقول به جملة فعلي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالقلب الفاء رابطة لجواب الشرط الجازم. القلب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بالشعر الباء حرف جر. الشعري اسم مجرور وعلامة جر كسر الظاهرة على آخره. وجار المجرور متعلقان بالفعل يسمو. يسمو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الواو الاستقال. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة يسمو جملة فعلي في محل رفع خبر للمبتدأ القلب. جملة القلب بالشعر يسمو جملة جواب الشرط الجازم مقترن بالفاء في محل جزم. بعدما مفعول فيه ظرف زمان منصوبه علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما مصدره رزح فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر الألف للإطلاق. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فكرة البيت: سمو القلب بالشعر والعقل بالعلم. الآن الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. الفن الذي يتحدث عنه النص. الشعر: عالج الشاعر موضوعه من وجهة نظر ذاتية موضوعية. للشعر في حياة الشاعر أدوار متعددة. اذكر اثنين منها مما ورد في المقطع الأول. المتعة والمرح: التعبير عن الانفعال والتخفيف من الآلام. تحدث الشاعر في المقطع الثاني عن الشعر والعلم. أذكر سمة لكل منها. سمة الشعر: تسمو به القلوب وترتقي المشاعر. أما العلم: تسمو به العقول وترتقي الأفكار. الفهم والتحليل: استعين بالمعجم على تعرف المعاني المتعددة لكلمة جمحة ثم اختار منها ما يناسب السياق. جمح الفرس أي انفلت وجرى جريا غالبا. جمح الرجل: ركب هواه فلا يمكن رده. جمح فلان إلى الشيء أي أسرع. جمحت المرأة من زوجها أي تركته قبل طلاقها. جمحت السفينة لم يضبطها الملاحون. أما ما يناسب السياق فهو انفلت وجرى جريا سريعا. اذكر ثلاث كلمات تنتمي إلى مجالي الإبداع والسعادة. مجال الإبداع: الشعر، العقول، العلم. مجال السعادة: للزاي يلهو المرح. استنتج الفكرة العامة للنص السابق مستفيدا من الحقلين المعجمين السابقين. ارتباط سعادة الشاعر بإبداعه أو تمجيد الإبداع والسعادة بجماله. أنسب كل من الفكرتين الآتيتين إلى موطنها. المقارنة بين العلم والشعر في المقطع الثاني. الشعر مصدر فرح الشاعر بعد تقدمه بالعمر. المقطع الأول. وضح الأمر الذي رجاه الشاعر من سنواته 60 كما ورد في البيت الأول أن يعود إلى كتابة الشعر وإنشاده. اذكر النتيجة التي توصل إليها الشاعر في البيت السادس. بالشعر تصفو النفس ويرتاح البال.
أدلل من فهم المقطع الثاني على أهمية الشعر في حياة الإنسان. أولا، يطرب الأفئدة والإسماع ويطرد الهموم ويسمو بالمشاعر ويرتقي بالنفس الإنسانية. عد الشاعر فنا يرتقي بالنفس البشري. اذكر فنونا أخرى تحدث الأثر ذاته في نفس الإنسان: الرسم، التمثيل، الغناء. قال أحمد شوقي ناصحا: ترك النفوس بلا علم ولا أدب، ترك المريض بلا طب ولا آسي. أوازن بين هذا البيت والبيت العاشر من النص من حيث المضمون. التشابه: كلا الشاعرين بين أهمية العلم والأدب وأثرهما في حياة الإنسان. الاختلاف: شفيق جبري بين أثر العلم في العقل وأثر الشعر في القلب وبين أثر التمتع بالعلم والشعر. أحمد شوقي بين أثر العلم والأدب في النفس وبين أثر فقدان العلم والأدب. التذوق الجمالي: في قولنا البيان سحر، تشبيه بليغ. أذكر تشبيها آخر للبيان: البيان كنوز، البيان مرآة النفس، البيان صدى الروح. استخرج من النص شعورين عاطفيين واذكر أداة من أدوات التعبير عن كل منهما مع مثال مناسب. شعور فرح في البيت الثالث، الأداة اللفظ، مثال المرح اللألأ. شعور إعجاب في البيت العاشر، الأداة تركيب، المثال القلب بالشعر يسمو. بعدما رزح، أذكر مصدرا من مصادر الموسيقى الداخلي تجلى في البيت العاشر وأمثل له. تكرار الكلمات: يسمو، تسمو. تكرار الحروف: حرف الميم، ما، تسمو، العلم. بعدما انتقل الشاعر من الخاص إلى العام بغية التأثير في المتلقي وأقناعه. وضح ذلك برصد حركة الضمائر في المقطعين الأول والثاني. نوع الشاعر في استعمال ضمائر المتكلم والغالب والغائب والمخاطب، لكنه في المقطع الأول أكثر من ضمائر المتكلم لأنه تحدث عن نفسه وتأثير الشعر فيها، وفي المقطع الثاني غابت ضمائر المتكلم وبرزت ضمائر الغائب والمخاطب لأنه تحدث بموضوعي بعيدا عن الذات ذاتيته للمقارنة بين العلم والشعر. أصمم جدولا في دفتري ثم املأ حقوله بالمطلوب. القيمة والعبارة التي دلت عليها. القيمة: تقدير العلم. العبارة التي دلت عليها: إن كان في العلم ما تسمو العقول به. القيمة: تقدير الشعر، فالقلب بالشعر يسمو. التطبيقات اللغوي: استخرج من البيت السابع مفعولا به ثم أحدد نوعه. المفعول به منحة نوعه أو الشعر نوعه اسم ظاهر مفرد. اعرب موضع تحته خط إعراب مفردات بين قوسين إعراب جمل. ردي علي بيانا سحره جمح ظن الزمان به من بعدما سمح. ردي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه مضارع من الأفعال 5. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جملة جمح جملة فعلي في محل رفع خبر للمبتدأ سحره. الزمان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وصنف الأفعال الآتية من حيث التجريد والزيادة: رد فعل مجرد، غنى فعل مزيد بحرف، تضعيف، صفوت فعل مجرد. أذكر اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل جرب. اسم الفاعل مجرب، اسم المفعول مجرب. اذكر ماضي الفعل يسمو ثم اكتبه كتابة صحيحة. ماضي الفعل يسمو سما بالألف الممدودة.